جهه الغرب شرابه اللي بعيده على اخلاقنا كاتحاديين ما عمرناش نبانكنا. اذا هذا اللقاء هذا هو كيجي هذا الاطار هذا للتصدي لمثل هذه المحاولات. وبهذه المناسبه معنا مناظر من المناظرين ديال الشبيبه الاتحاديه اللي تندرس في الشبيبه الاتحاديه واللي بقى وكيل هذا الحزب الى حدود اليوم الاخ مراد الجوهري اللي غيحاول ما امكن يقول لنا واحد الكلمه مقتضبه على تاريخ الشبيبه الاتحاديه والمشاكل اللي كتعيشها الشبيبه الاتحاديه. من بعد تكون الكلمه ديال الاخ علي العوله اللي هو عضو المكتب الوطني ديال الشبيبه الاتحاديه واللي هو كيشوف راسو في هذه المبادره هذه. ومن بعد يتفتح باب ديال النقاش سي رشيد، من بعد هو عنده واحد الكلمه، ومن بعد عاد تفتح نقاش عمومي اللي غنتبادلوا فيه الافكار باش نخرجوا بواحد التصور معين اللي نحاولوا باننا نقدموا فيه اجابات على حول المستقبل ديال الشبيبه الاتحاديه في افق المؤتمر الثاني. تفضل سي مراد. دليل على انك لا تحب الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. جد مسرور ان اكون حاضرا بينكم، خصوصا وانتم تشكلون جزءا من تنظيمات الشبيبه الاتحاديه على المستوى الوطني. هذه المنظمة الشبابية التي أفتخر جدا بأنني كنت منتميا إليها، والتي منحتني الكثير والكثير لأخوض أولا غمار الحياة، وثانيا لأكون واحدا ممن تحملوا مسؤولية تدبيرها وتسييرها على المستوى الوطني كعضو في لجنتها المركزية. كما أنني لم أعد واحدا ممن يوجدون ضمن الهيكل التنظيمي للاتحاد الاشتراكي لاعتبارات متعددة، ولكنني لا زلت واحدا ممن ينتمون لهذا الحزب العريق الذي قدم الشهداء ومئات من السنين وراء القضبان من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية لبلادنا. كنت دائما أتابع ما يروج داخل الشبيبة الاتحادية، وكنت خصوصا في السنوات الأخيرة أتأسف لما وصلت إليه، كما أشعر بنوع من الاشمئزاز حينما أطالع صفحات المنتمين إليها في الفيسبوك أو لبعض صفحات تنظيماتها من خلال ذلك الحنين لتجربة سابقة. بكل بساطة وأنا واحد ممن عاش التجربة السابقة، لم نكن جيلا مميزا بالدرجة التي أنتم تعتقدونها. كنا جيلا عاديا طموحا حالما يحاول قدر المستطاع بكل إخلاص ووفاء أن يحقق أهداف هذه المنظمة الشبيبة، لأننا كنا ندرك جيدا أن الشبيبة المغربية في حاجة إلى قوة شبابية تحمل مشروعه والنضال معه ومن أجله. لذلك كانت تلك التجربة غنية بنجاحاتها
كما أنها عرفت إخفاقات متعددة. إذن كل تجربة كيفما كانت وكيفما كان جيلها هي تجربة تحمل في طياتها نجاحات وتحمل في طياتها إخفاقات. لكن ما يؤسفني أن الشبيبة الاتحادية لم تعد تلك الأداة التنظيمية القادرة على صنع الحدث والتفاعل مع الحدث وتجاوز الحدث. هذا الإشكال أعتقد أنه مرتبط بانغماس الشبيبة الاتحادية كليا في صراعات الحزب الداخلي. أريد للشبيبة الاتحادية أن تكون جزءا أساسيا ومنظما ضمن تشكيلات الصراع، ولم يترك للشبيبة الاتحادية ذلك الهامش الأساسي والضروري لصنع تجربته، مما جعل الشبيبة بغينا ولا كرهنا هذا الواقع ديالنا جزء من المعادلة السياسية الداخلية ديال الحزب ديالنا. نحن على أبواب مؤتمر، وبالتالي نعيش هذه الوضعية. أنا في الأول قلت أنا بقيت شي جزء من هذا الشيء، بمعنى سمحوا لي نهضر بهذه الصراحة. والنهار اللي تلقاني الأخ مروان قال لي جبت تضربنا شوية على التجربة، قلت له شوف أنا وغنهضر بالصراحة لأن شحال ما هضرت وغنهضر. اللي بغى من الإخوان يستمع لتجربتي ورأيي، ماشي بالضروري يكون صائب وماشي بالضروري يكون خطأ، وجهة نظر، ولكن أنا ممكن نشوف يكون كنشوف، لأنه أنا خارج دائرة الشبيبة الاتحادية، خارج دائرة الصراعات الحزبية الداخلية، لأنني أنا واحد من المناضلين اللي هما كثار في الحزب أريد لهم أن يكونوا خارج النسق التنظيمي العام لحزبنا. إذا ممكن تكون أنا هذه إيجابية، أنني كنشوف من خارج، وممكن نكون كنفكر من خارج هذا المربع. أعتقد أن الشبيبة الاتحادية، أنا أعطي باش ما نتعطلش، أنه محتاج الآن إلى إرادة سياسية حقيقية من القيادة الحزبية. اش باغي نتوما بهذه الشبيبة الاتحادية؟ الحزب اش باغي بهذه الشبيبة الاتحادية؟ إذا ما كانتش إرادة سياسية للقيادة الحزبية لن تكون هناك تنظيمات قوية للشبيبة الاتحادية. الشبيبة الاتحادية بوحدها بمعزل عن قرار سياسي ديال القيادة الحزبية غتولي تكرر راسها وغتبان راسها ما قادراش تفتح مجالات جديدة للاشتغال. مثلا أنا باعتقادي الآن الشبيبة الاتحادية إذا لم تعد إلى الحركة الطلابية المغربية، الشبيبة الاتحادية داخل سنوات قليلة وقليلة جدا ستجد نفسها خارج سياق الشبيبة المغربية، خارج سياق صناعة النخبة ببلادنا. الجامعة المغربية إحدى أهم مراكز صنع النخبة الثقافية والاجتماعية والثقافية ببلادنا. إذا لم تعد الشبيبة الاتحادية من خلال القطاع الطلابي الاتحادي إلى واجهة العمل داخل الحركة الطلابية بمعنى الاتحاد، سيفقد قريبا وعاجلا جزءا مهما مما شكل قوته على مسار تاريخه منذ التأسيس إلى يومنا هذا.